الفيلم ديال اليوم كيبدا في المستقبل من بعد ما تدمر العالم، وغنعرفوا باللي شي علماء حاولوا يعتقوا داكشي اللي بقى من الكوكب، وطاحوا على فكرة التحول الكامل، وهي أن أي واحد كيوصل ل 16 عام في عمره كيدير عملية كتبدل ليه حياته، كيتحول لنسخة حسن من نفسه، نسخة مثالية. حيت العلماء كيشوفوا باللي كل ما كانوا البشر مثاليين وبحال بحال، كل ما الصداع والمشاكل بيناتهم غيختفي. في هذا الوقت كنشوفوا بنت سميتها تالي، مازال ما كملاتش 16 عام، واقفه قدام المرايه وكتشوف في راسها، وطلبات من ديك المرايه المتطوره توريها نسخه حسن منها، وبينت ليها كيفاش غادي يولي شكلها من بعد عمليه التجميل. من بعد تالي تلاقات بصديقها وبقاو كيتفرجوا باستعمال نظارات تكنولوجيه في الحفله الكبيره اللي دايرينها لدوك المثاليين. وكنعرفوا باللي اي واحد مازال ما دارش عمليه التجميل ممنوع عليه يخرج ولا يحضر الحفلات بحال هادي. وباين على طالي باللي كتفنى النهار اللي غدير فيه 16 عام بفارغ الصبر، وغنعرفوا باللي بقاو ليها غير 3 شهور وتكمل 16، وديك الساعه حياتها غتبدل. وفي نفس اللحظة كنعرفوا باللي غدا صديقها باريس غادي يكمل 16 عام وغيدير العملية، وحتى هو حياته غتبدل. ولكن هو كان خايف من هاد الحياة الجديدة لا تبدلو، وقالت ليه تالي باللي على الأقل غادي يولي زوين وما غيبقاش نيفو طويل. وكنشوفوا باللي باريس وتالي بجوج بهم عندهم نفس السيكاتريس في يديهم، وواعدوا بعضياتهم باللي ما غاديش يتخلاو عليها. من بعد كاع اللي قل من 16 عام حضروا الاجتماع مع الدكتورة الحاكمة نايا، وهي رحباتهم كاع اللي غيكملوا 16 عام اليوم، وعرفتهم باللي غيتحولوا لنسخة مثالية وواعرة اللي غترجعهم زوينين من برا ومن الداخل. وديك الساعة غيرتاحوا من العنصرية والكراهية، حيت كلهم غيكون شكلهم زوين ومميز، وغيخرجوا يعيشوا في المدينة ويستمتعوا. وطلبات من كاع اللي داروا 16 عام يطلعوا للمنصة. ديك الساعة عنقات تالي الصديق ديالها بيريس، وطلبات منه ما ينساش الموعد ديالهم عند القنطرة من هنا لشهر. وملي رجعت تالي لبيتها بدات كتفكر النهار الاول اللي تعرفت فيه على بيريس، وكيفاش مع الوقت ولاو اعز اصدقاء. وملي تجرح بيريس في يدو واحد النهار قررت تالي تا هي تجرح راسها باش تكون عندهم بجوج نفس السيكاتريس. من بعد كنشوفوا تالي كتبين الأسباب اللي خلات الكوكب يتدمر، وكتدوي على واحد الوردة معدلة جينيا سميتها زهرة النمر الأبيض، وباللي هي اللي عتقات الكوكب ديالهم والمستقبل اللي عايشين فيه دابا. دازت الأيام وتالي كتسنى تكمل 16 عام. فجأة تقطع الكلام بينها وبين بيريس، وهاد الشي قلقها وبرزتها حيت ما بقاتش كتشوفو. قررت ديك الساعة تطلع فوق القنطرة، ومن تما شافت المدينة والمثاليين ناشطين وكيحتفلوا بحال ديما. في نفس اللحظة لقات واحد القناع طايح في الأرض، وغير لبساتو حويجها تبدلوا بتقنية الهولوغرام، وبدات كتشوف كل شي داير بها زوين ومثالي. تبهرات بزاف حيت أخيرا شافت العالم المثالي اللي كان كيحسب ليها هو الجنة. وفي نفس الوقت شافت باريس اللي كان شكله تبدل شوية من بعد عملية التجميل، وعيطات عليه وهي فرحانة. ولكن باريس تقلق وتزير من اللي شافها، وسولها كيفاش دارت حتى دخلات. تالي استغربات بزاف من التصرفات ديالو وكيفاش شخصيته تبدلات ولا بحال شي واحد براني ما كيعرفهاش، وقال ليها ملي غدير العملية عاد غتفهم. وتصدمات تالي ملي شافتو حيد ديك السيكاتريس اللي كانت في يدو. وفجأة الحكومة عاقت باللي كاين شي حد من اللي باقي ما داروش العملية لداخل في المدينة. هزات تالي واحد الجيلي ديال الطيران وحاولت تهرب قبل ما يشدوها، ولكن للأسف الطيارات ديال الحكومة شافوها. فجأة تلاقت بزميلة ديالها سميتها شاي، وطاروا بجوج وهربوا من الطيارة ورجعوا للمبنى فين ساكنين، وبقاو فايقين الليل كامل كيهضروا. كانت شاي باغا تعرف من طالي كيفاش دايره المدينه والمثاليين. جاوبتها طالي باللي كل شي داير بالضبط كيف ما وعدتهم الحكومه، واكتشفوا ديك الساعه باللي هما مزيودين في نفس النهار وغيكملوا 16 عام في نهار واحد. لغد ليه قررت شاي تعلم طالي كيفاش تخدم الجيلي الطائر، ولكن طالي طاحت وما عرفاتش تخدمه. قالت ليها شاي باللي باغا تمشي لواحد البلاصه سميتها منطقه الضباب، ولكن طالي قالت ليها باللي هاد المنطقه غير خيال وما كايناش، وكون كانت بصح كون راه شي حد شافها. سكتت شاي وطلبت منها يطلقوا وحده الحزام الاخضر من هنا لساعتين.
بالليل مشات شاي للجهة المدمرة في الكوكب، وكانت معاها طالي وطلبات منها ما تقول حتى واحد على داكشي اللي غتشوف، حيت غتوريها الضباب وباللي راه حقيقي، وباللي كاينين بزاف الناس بحالهم عايشين تما، وحتى واحد ما كيفرض عليهم يديروا عمليات تجميل ويوليو مثاليين، حيت اللي مهم في منطقة الضباب هو الجوهر، يعني شنو عندك لداخل. طالي تصدمات من هدرة شاي وحذراتها باللي إلا شافهم شي حد دابا غتلغى ليهم العملية وغيبقاو خايبين ديما. ولكن شاي فاجات طالي باللي هي أصلا ما باغاش دير عملية التجميل، ورجات طالي باش تهرب معاها من هذا العالم المصطنع اللي عايشين فيه، ويبعدوا على التكنولوجيا الغريبة اللي ردهم مساجين ويعيشوا أحرار في وسط الطبيعة. جاوبتها طالي بعصبية وقالت لها باللي هي ما باغاش تكون حرة، هي باغا تكون زوينة ومثالية وتمشي تعيش في المدينة، حيت ما باغاش تبقى خايبة والناس ما يتقبلوش الشكل ديالها. قالت لها شاي باللي راه زوينة كيف ما هي دابا، وعطاتها الخريطة ديال طريق الضباب في حالة إلا بدلت رأيها وبغات تلتحق بها، وقالت لها باللي الخريطة مكتوبة برموز سرية هي بوحدها اللي تقدر تفكها وتفهمها. ودعات شاي فحبتها طالي وهي حزينة بزاف حيت غتسمح فيها وتمشي لمنطقة الضباب. دازت الأيام وجا النهار اللي كملت فيه تالي 16 عام، ولكن تصدمات ملي لقات باللي كاع اللي كملوا 16 عام معاها داروا العمليات وسالاو من غير هي. فجأة جا واحد الشخص من الحكومة وداها للمكتب ديال الدكتورة نايا، تما تالي تخلعات وتقلقات. بقات نايا كتسولها على شاي حيت غبرات وما عارفينش فين مشات، ولكن تالي نكرات وقالت ما عارفاش فين هي. قالت ليها نايا باللي العملية ديالها غتأجل حيت محتاجين المساعدة ديالها ضروري. من بعد كانت تالي جالسة في بيتها مقلقة وحزينة، وفجأة جا بيريس يزورها وفرحات بزاف حيت مازال عقل عليها. عاودت ليه شنو وقع وباللي العملية تأجلات حيت ما باغاش تخون شاي وتقول فين مشات. طلب منها تهدر وتقول للحكومة فين كاينه شاي باش دير العملية وتولي زوينة بحالو ويعيشوا بجوج في المدينة، وإلا غتبقى مكروهة ومحبوسة في مبنى الخايبين حياتها كاملة. من بعد جلسات تالي مع نايا وتصدمات من اللي قالت لها باللي كاين واحد الشخص سميتو ديفيد هو المسؤول على منطقة الضباب، وباللي الناس اللي تما كيطوروا أسلحة باش يدمروا بها هذا العالم المتطور اللي بناوه بتقنيات عالية. استغربت طالي وسولتها علاش باغيين يدمروا العالم، وجاوبتها باللي شاي دابا راها تحت السيطرة ديال داك الشخص من بعد ما لعب ليها بعقلها وخلاها تكره العالم المثالي. طلبت نايا من تالي تمشي لمكان الضباب وعرفها باللي غيقبلوها تولي وحده منهم، والمهمه ديالها هي تجسس عليهم وتعلمهم بالمخططات والتحركات ديالهم، وديك الساعه عاد غيخليوها دير العمليه وتولي زوينه ومثاليه كيف ما كتحلم ديما. وقنعات تالي باللي شاي محتاجها وضروري تعتقها من سكان الضباب. من بعد كنشوفو تالي شادة الخريطة ديال منطقة الضباب وكتبع التعليمات اللي فيها. دوزت أيام وليالي في الطريق وتكرفصت بزاف حيت الطريق ما كانتش سهلة. وفي نفس الوقت كان بيريس جالس مع نايا وشكراتو حيت عاونهم يقنعوا تالي باش تجيب ليهم الخبار على مكان الضباب. في هاد الوقيته قال بيريس لنايا باللي حس بالحنين لطالي، وجاوباتو نايا وعرفاتو باللي هو من القلال اللي داروا ليهم مسار تحول جديد باش يبقى الذهن ديالو صافي ونقي وعنده تفكير مختلف. وفجأة في هاد الأثناء كتلقى تالي كل شي كيتحرق حداها وكتخنق ديك الساعة بالدخان. في نفس اللحظة كيظهر ديفيد وكيكون معاه جهاز تتبع لأي جهاز تجسس تابع للحكومة، وتالي ديك الساعة كتخاف ليكتشف ديفيد باللي السلسلة اللي لابسها هي جهاز التتبع، ولكن ما كيكتشف والو من غير الجهاز اللي في لوح التزلج. كيدي ديفيد تالي لمنطقة الضباب وتما كتلاقى مع شاي وكيفرحوا بجوج حيت شافوا بعضياتهم. وملي كتكون تالي مع شاي كتحاول تخليها تشك في ديفيد باش ترجع معاه، ولكن شاي كتقلق وكتطلب منها تمشي في حالها. هادشي كيخلي تالي ديك الساعة تعتذر ليها وتقول لها باللي محتاجة شوية الوقت باش تستوعب هادشي اللي كيوقع. قالت لها شاي باللي ما غاديش تقول حتى واحد هنا باللي باقا متردده وباغاها ترجع معاها، وباللي هذا غيبقى سر بيناتهم، وكتنصحها تشوف الناس هنا وتقرب منهم وهي غتعرف الحياة بوحدها وغتلقى داكشي اللي غيخليها فرحانه. ومورا هادشي كتكتشف تالي باللي ديفيد واللي معاه كيحرقوا زهرة النمر الابيض وكتصدم من داكشي اللي كيديروا، ولكن ديفيد كيعرفها باللي هاد الزهرة صوبتها الحكومة باش تقتل أي حقول أخرى في الكوكب وما تخلي حتى واحد يعيش برا الحدود اللي متحكمين فيهم، وكيركبوا كاملين الطيارة باش يحرقوا الزهور.
في هذا الوقت كيتبعوهم جوج من الحكومة وكتطيح شاي، فكتخاف عليها طالي وكتبعها ملي كينزلوا من الطيارة. وكيشك واحد في طالي وكيقول لديفيد باللي حتى واحد من الحكومة ما قدر يلقاهم من شحال هادي، وهذا الشيء وقع ملي ولات طالي في وسطهم. ولكن ديفيد ما كيشكش في طالي، حيت رمات راسها وسط العافية ونقزات من الطيارة باش تنقد شاي، وهذا الشيء كيعني باللي هي شخص مخلص. وبالليل كتكون تالي متوترة وكتفكر وما عرفاش اش دير ولا كيفاش تصرف، وما عرفاش فين هو الصح وفين هو الغلط. وتاني يوم في الصباح كتكتشف تالي باللي كاع اللي ساكنين في منطقة الضباب كيصلحوا الأرض وما عايشينش بالتكنولوجيا الحديثة، وما كياكلوش الماكلة المعدلة جينيا، وكيصلحوا الأرض وما كيدمروهاش كما كانت كتقول عليهم. وبالليل كيتكلم ديفيد مع كل شيء وكيعرفوا باللي الحكومة ما غاديش تحبس من التفتيش عليهم والملاحقة، حيت باغيين كل شيء يكون تحت سيطرتهم ويحسوهم باللي خايبين وفيهم العيوب، حيت بغاو كل شيء يكون تحت السيطرة ديالهم ويحسوهم باللي هما خايبين وفيهم ضفوات باش يزرعوا فيهم عدم الأمان، وهكا غيديروا ليهم عمليات التجميل اللي غتردهم مثاليين ويعيشوا في ديك المدينة المثالية فرحانين. وهذا الشيء كامل غير باش يلهيوهم ويبعدوهم على القراية والتعلم والحقيقة. في هاد اللحظة تالي حسات باللي كلام ديفيد بصح ومعقول، وبدات كتحس بالراحة وعاجبها راسها وهي وسط منهم. الغد ليه ديفيد بدا كيعلم تالي كيفاش تخدم السلاح وعطاها ليغات ديالو باش تحمي يديها. شوية تلاقاو وحدة من سكان منطقة الضباب مجروحة وعاودت لهم باللي الحكومة صفطت ناس تابعينها ولكن قدرت تهرب منهم، وتالي حاولت تعاونها وتوقف لها النزيف الجرح. من بعد بان باللي ديفيد كيبغي تالي حيت دوك الليغات هزازين عليه وعطاهم ليها. مشات تالي وهضرات معاه وسولاتو نيشان واش بصح كتصاوبوا شي سلاح باش تدمروا الحكومة والمدينة. ديفيد جاه السؤال غريب وداها باش يعرفها على والديه. تما اكتشفت باللي باه كاتب وطلب ديفيد من والديه يعاودوا لتالي كل شيء حيت كيتيق فيها. الام ديال ديفيد قالت ليها باللي هي وراجلها كانوا جراحين تجميل وخدامين مع الحكومه، وصدموها ملي قالوا ليها باللي بزاف د الناس كيموتوا بسبب ديك العمليه حيت كدير مشاكل في الدماغ، وزيدون كيلعبوا في المشاعر د الناس وكيردوهم مكلخين ما كيحسوش وما مسوقين لوالو. يعني بالمختصر كيلعبوا في الشخصية بنادم وكيبدلوها كيف ما كيبدلوا شكلهم. وملي نايا عرفتهم فاقوا بها وفهموا باللي باغا تبقى مسيطرة خدات ليهم الأبحاث ديالهم باش تدمرها. ديك الساعة قررت الأم وراجلها يهربوا من المدينة ويحاولوا ينشروا الوعي بين الناس باش يحميوهم. في هاد اللحظة ورات الأم لتالي واحد الدواء عبارة على مصل صوبته هي وراجلها باش يعالجوا به أي واحد دار ديك العملية وتضرر منها، وعرفات تالي باللي هاد الدواء هو السلاح اللي نايا باغا تدمرو. تصدمات تالي من داكشي اللي سمعت وحيدت السنسلة ورماتها في العافية باش تحرقها، وقررت تعترف لديفيد باللي ما كانش صريحة معاه من الأول وباللي كانت طايقة في نايا وما كانش كيحساب ليها داكشي اللي الحكومة كدير فيهم بصح. ديفيد حاول يهدنها وقال لها باللي متفهم الوضع وما غاديش يحاسبها على داكشي اللي فات حيت كانت مغيبة وما عارفاش الحقيقة. الغد ليه في الصباح هجموا العسكر ديال الحكومة على منطقة الضباب وناضت واحد الروينة والصداع خايب. ديفيد وتالي قدروا يتخباو ولكن تالي تصدمات ملي شافت صديقها القديم باريس خدام مع الجنود. في نفس الوقت وصلت الدكتورة نايا وهدرات مع والدين ديفيد وقالت لهم ما غنسمحش لولدكم يريب كاع داكشي اللي بنيت، وسولاتهم عليه فين كاين ولكن بقاو ساكتين وما بغاوش يقولوا فين كاين. تما نايا امرات باريس باش يقتل الاب ديال ديفيد. ديفيد تصدم ومشى كيجري عند باه هو طالي وهما منهارين. هنا نايا دارت واحد الجيست خايب، شكرات طالي قدامهم وقالت ليها شكرا حيت عاونتيني غير باش دير الفتنه وتخلي ديفيد يشك فيها. طالي هربات وتخبات في واحد الغار وشعلات العافية في البنزين وهزات السلاح باش تحارب نايا والعسكر ديالها، ولكن ما قدراتش عليهم وهربات. ومن بعد شفنا العسكر ديال نايا كيحرقوا منطقة الضباب وريبوا المعمل ديال والدين ديفيد كامل. في الليل طالي لقات ديفيد اللي حتى هو هرب وتخبى. ديفيد هجم عليها حيت كان كيحساب ليه باللي خانتهم بصح، ولكن هي دافعت على راسها وشرحات ليه باللي حرقات القلادة غير باش ما يلقاوهمش، وما كانتش عارفة باللي ملي كتحرق كتعطي إشارة لنايا بالمكان ديالهم.
تالي قالت ليه باللي في الأول ما كانتش عارفة حقيقة الحكومة، ولكن ملي عاشت معاهم فهمات باللي الجمال الحقيقي كاين في العقل والروح ماشي في الشكل. طلبات منه السماحة وقالت ليه باللي غتمشي معاه للمدينة باش يعتقوا الخرين. ملي وصلوا للمدينة مشات طالي للمبنى ديال الخايبين وتلاقات بصديقها وخبراته باللي منطقة الضباب بصح كاينة وديفيد حقيقي. تصدموا وفرحوا وقرروا يعاونوهم وكتبوا في السما بالدخان عاش الضباب باش يشتتوا انتباه الحكومة. ديفيد وتالي خداو الساروت من العساس وحرروا الأسرى، ولكن تالي تسبمات ملي عرفت باللي صاحبتها شاي دخلوها لغرفة العمليات باش يديروا ليها التجميل بزز منها. جراو باش يعتقوها ولكن وصلوا معطلين، لقاو شاي تبدلات في الشكل والشخصية، ولات باردة ومبنجة ورفضات تاخد المصل باش ترجع كيف كانت. جات نايا وشدات ديفيد وماماه وتالي وبغات تبزز عليهم يديروا العملية حتى هما. في هاد اللحظة هجموا صحابهم وحرقوا البلاصة باش يعتقوهم، وطالي وهي هربانة شافت باريس ومشات عنده كتحاول تفكروا بالذكريات ديالهم، ولكن ديفيد هجم عليه بغى ينتقم لباه. باريس ضرب ديفيد وطالي دفعات باريس باش تبعده، وصدق طايح من فوق المبنى ومات. في الاخر طالي قررت تعاون ديفيد وتضحي براسها، سلمات راسها للحكومة ودارت العملية، والهدف هو أنها تكون أول وحدة تجرب فيها ديفيد المصل باش إلا نجح ورجعت لطبيعتها الناس كاملين يزعموا ويديروا بحالها ويتحرروا من سيطرة الحكومة. وهنا كيسالي الفيلم ديال اليوم. كنتمنى يعجبكم وما تنساوش دعمونا بالاشتراك في القناة. بسلامة.